الحمد لله لحقنا كتف بالعرض. السلام عليكم، نهاركم عربي والصلاة على النبي، الله يسعدكم جميعا. اليوم لحقنا كتف بالعرض. تعرف انت لما بتقول لك مرتك الله يرضى عليك بكره بدنا لحمه، تتلبك قاعد بين رفقاتك عم تلعب بالشده، تقول لهم بدنا نجيب لحمه، دغري بيرد صاحبك على طول بكل شله في سنفور اسمه السنفور فهمان، بيقول لك لا تجيب من عند فلان، عند فلان عامل عرض ارخص، تعال ارجيك شو الفرق بالعرض وبدون عرض. طبعا هذا الكلام عم نحكيه نحن على العروض اللي عم تصير على اللحم باسطنبول، مشان ما ينفهم كلامنا غلط، ونحن ما عم نعمم، كل الناس خير وبركه، بس نحن عم نحكي على الناس اللي عم تعمل عروض خرافيه وتكذب وتنصب على الناس باسم العرض. عرض خرافي وحطمت الاسعار وما بعرف شو سويت وكسرت الدنيا، وطول بالك علينا درويش. نحن شوف يا حبيب، هذا الكتف اللي بالعرض وهذا الكتف اللي بدون عرض، شو الفرق بيناتهم؟ تعال اقول لك شو الفرق. الكتف اللي بالعرض ما في هي اللحمه، بيكونوا قايمينها، اللي هي شوفها، هي اللحمه الظريفه اللي اسمها العب، هاي بيكونوا قايمين الزوايد اللحمه اللي موجوده بالكتف، وهدول الزوايد مشان ما تقول لي ايه واذا شالون. هذا الكتف النظامي لنفترض راس ماله 400، شو عمل هو؟ قام هدول ال 600 جرام وقفوا عليه الكيلو ب 400 وباعك الكتف ب 450 بالعرض على اساس. فانت شو خسرت هون؟ اول شيء فرق اللحم هذا راح عليك. طبعا كمان اذا ما بدلك اللحمه على الماكينه، على سيره تبديل اللحمه عاملكم فيديو عن تبديل اللحم، شغله خرافيه، رح تتفاجئ شلون بيبدلوا اللحم. اذا اخذت هذا الكتف بالعرض بيجرم معك 35%، بينما اذا اخذت كتف نظامي هيك بلحمه كامل، هذا اللحم منه ما مسروق منه شيء. شوف الفرق، هذا اللحم الزوايد اللحم اللي موجوده بالكتف هي مسروقه ما موجوده هون، شايفها؟ هذا الكتف بيجرم 35%، بينما هذا الكتف بيجرم 20%. هي الفرق بين ما انت يطلع عندك كتف كيلين ونص بيروح منه نص كيلو عظم بتم كيليين، بينما يطلع عندك كتف كيليين بيطلع منه كيلو و300 لحم. طبعا لسه نحن ما حكينا عن شغلات تانية، ممكن يكون جايب لك نعجة، ممكن يكون جايب لك جدي، تيس، الله اعلم، بس نحن عم نحكي على العروض. ما في شيء اسمه عروض باللحم. اللحم يا جماعة الخير بورصة عالمية، يعني سعر كيلو اللحمة باسطنبول ولا بالصين ولا باليابان وين ما كان بتروح سعر كيلو اللحمة واحد، لانه بورصة عالمية. ثاني شيء نسبة الدهن اللي بتكون ورا بالكتف هي بتلعب دور كمان كبير. يعني انت لما عم تاخذ كتف بين ما يطلع فيه 150 جرام دهنه بين ما يطلع فيه 400 جرام دهنه، هدول بيوقفوا عليك بسعر اللحم. فانت لازم تكون نبيه وحكيم بهالموضوع هذا. الله يسترنا من الغش والغشاشين والحراميه، لانه هدول اللحم كله من امين، هدول من الكتف هذا، هدول اللحم كله من الكتف هذا، يعني هدول تبعات العرض. لما بيعمل لك عرض بيقيم هدول من هون بيبيعهم ب 650 700، وبيبيعك الكتف هذا يا مسكين ب 450. وشو بيقول لك؟ والله عامل عرض، يجرم لك الفخذ قدامك ونرجيك قديش في شغلات اللحامة بالتنظيف ما بيقيموها. اول شغله الشريان اللي هو بيجي بوش الفخذ، شايفه؟ هذا بيعمل زنخه بالطبخ. ثاني شيء العصبه اللي موجوده بوش الكتف اللي هي اغلب الناس ما بتشيلها، شايفها؟ شغله ثانيه، اذا رحت لتشتري كتف او فخذ او تشتري لحم ما لقيت العظمه تبعه بهاللون هذا، لا تشتري، رح يخورفوك الشباب. طبعا وبنرجع بنأكد انه نحن عم نحكي هالكلام هذا على مستوى اسطنبول، ومو الكل الا من رحم ربي. في ناس بتخاف الله وعم تشتغل بضمير طبعا، وفي ناس ما بتخاف الله ولا بتخاف الاخره ولا بتخاف من الموت. طبعا هي الناس اللي بتساوي عروض وبتجي انت لعنده ببيعك الكتف سارقك منه باللحم وجرم لك اياه وبدل لك اللحمه. طيب انت شو بدك يعني من الاخر؟ شو بدك انت؟ ليش عامل عرض بالاساس؟ شفت لي لون العظم؟ هذا العظم يعني خروف صغير، شوفوا، أكد فيه منشان لما تروح تشتري لحمة ما يخورفوك الشباب. وبعد ما يجرم لك الكتف قل له ينظف لك اياه من العصب على الآخر. تعال أرجيك وين في عصب مخبى بقلب الكتف. أول وحدة بنبلش بالموزة، هذا كله العصب طبعا ما بيقيموه اغلب تبعات العروض بحجه انه ما عنده وقت، وبيفرم لك اياهم على الماكينه وبيبدل لك نص اللحمه والنص الثاني بيطلع كله قراقيط. عم تسالني ليش؟ لحتى يبدل اللحمه، لحتى يحط لك لحمه ارخص منها. رح اعمل لكم فيديو ولا صورناه، عم نستنى بس ليجي وقته لينزل، عن تبديل اللحم وليش بيتبدل. شايف هذا العصب؟ هذا بينزل على الماكينه بيطلع 300 شقفه، بينزع لك الاكله كلها.
طبعا وهي العصبة هي اغلبيتها 90% الا من رحم ربي ما بيشيلها، اساسا ما بيعرف انه هو في عصبة هون. طبعا واخطر عصبة موجودة بالكتف اللي هي مخباية كتير، واساسا اغلب اللحامه ما بيقيموها. طبعا مو الكل، الاغلب، بس اللحام اللي بيشتغل بضمير على راسنا من فوق. بعرف شو عم تسالني، انت لحام وعم تحكي على اللحامه، شلون هيك يا حبيبي؟ اللي بيته من ازاز ما بيضرب الناس بحجاره. نحن هدفنا من وراء الفيديوهات انه نوعي الناس عن طرق الغش وطرق السرقة اللي كترت كتير هالايام وصارت بشغلة كتير مقرفة. الله يحمينا ويحميكم ويخلي اولادنا واولادكم ويديمكم. هي احوال البلد هيك صايرة. نحن عم نحكي عن الملاحم باسطنبول، بيجي واحد بيعمل لك عرض، بيسرق شوي، بيبدل لحم من هون، بيساوي من هون، وبيقول لك يلا ماشي، ما حدا عرفان. وشوف هذا الكتف هيك لحاله رح يحكي، ما من جماعة العروض هذا. لحتى تعرف اكثر عن اسرار اللحم واللحامة تابعني. كان معكم ابو ياسين الدوماني، السلام عليكم.